وأنا جاي أسألكم شو رأيكم كان بمباراة المغرب والإكوادور، أول مباراة للكابتن محمد وهبي بالقيادة الفنية لمنتخب المغرب، وأول مباراة بنشوف فيها عدد من اللاعبين عم يشاركوا لأول مرة مع المنتخب المغربي. أعطونا رأيكم. كيف، هل أنتم راضيين غير راضيين؟ أداء كان مقنع مش مقنع؟ أنا بالنسبة لي أداء كان طبيعي. بالنسبة لأول مباراة للمنتخب المغربي أكيد ما كان أداء مقنع 100%. كان ممكن أفضل، ولكن الأداء كان معقول جدا، جيد جدا، مقارنة بأنه هي أول مباراة للفريق مع المدرب، أول مباراة للعديد من اللاعبين مع المنتخب المغربي. فمن الطبيعي أنه يكون في هاي الحالة من عدم الانسجام، وأنه محتاجين بعد ينسجموا أكثر مع بعض، محتاجين بعد أنه يلعبوا وقت أطول مع بعض لحتى ياخذوا على الأفكار وياخذوا على فكر واستراتيجية المدرب. نجم المباراة الأول بلا شك هو نائل العناوي، مش لأنه سجل هدف. نائل امبارح كان ممتاز بالتمريرات، كان ممتاز على الصعيد الدفاعي 6 من 11 جراوند دولز 1. كان ممتاز على الصعيد الهجومي، سدد مرتين على المرمى، واحدة منهم كانت هدف، الثانية طبعا كانت أعتقد ركلة جزاء. قدم أداء جيد جدا بصراحة بنص الملعب، على مستوى التمريرات، على مستوى الخروج بالكرة، كان أفضل نسبيا بكثير من حرمات اللي بعد نحن عارفين إنه الجودة والكواليتي موجودة، ولكن محتاج بعد أكثر وقت مع المنتخب لحتى يقدر يبين قدراته أكثر. كان في أخطاء منه بشوط المباراة الأول، خلينا نكون صريحين، كان ممكن تؤدي لأهداف، ولكن هذا أمر طبيعي. كونه بعده يعني عم ياخذ على فكر المدرب وعلى أفكار المدرب. حكيمي لعب مباراة جيدة. صباري كمهاجم أنا ما بعرف هل أنتم اقتنعتوا بالفكرة ولا لا. أنا بالنسبة لي ما اقتنعت. بشوف إنه إذا بيبدأ دائما ب شو اسمه سفيان رحيمي افضل شوي من انه يبدا بسيباري كمهاجم. سيباري ممكن يلعب بنص الملعب او كجناح مثل ما كان يلعب بكاس افريقيا، ممكن يكون افضل شوي، ولكن هي افكار مدرب. ممكن المباراه الجايه يثبت لنا العكس. برايي تبديل ابراهيم دياز وخروج ابراهيم دياز كان متاخر جدا، كان لازم يدخل ياسين جسيم ابكر شوي. باقي اللاعبين انا برايي كانطباع اولي عجبوني بشكل عام، ما حسيت في لاعب سيء من اللي نزلوا، كلهم كانوا ممتازين. وامام الاكوادور انك تطلع مستحوذ، تطلع مشكل خطوره اكثر، مسدد على المرمى اكثر، فهذا امر ايجابي جدا باول مباراه للمدرب. والاكوادور منتخب مش سهل، الاكوادور منتخب صعب جدا، فمن الجيد انك تطلع بهاي النتيجه امامه وبهذا الاداء بصراحه. Le Maroc et les pénaltys, c'est une sacrée histoire d'amour, hein. Alors, oui, j'ai pensé à la Panenka de Brahim Diaz dès qu'il y a eu le penalty. Mais bon, il n'était pas fou pour tenter ce geste-là. Malheureusement, c'est arrêté par le gardien. Et ensuite, le but qu'ils ont mis, il est annulé. Et au caractère, voilà. Celui qui avait raté le penalty a marqué. Donc le Maroc s'en sort aujourd'hui contre une équipe d'Équateur qui joue très bien au football. Ça joue au foot. Et c'est bien de se jauger avec des équipes comme ça avant le mondial. L'Équateur aussi, ils vont jouer le mondial. Donc voilà, attention. Donc sur Gambie, vous aviez le choix. Maroc-Équateur ou le match nul. Bon, c'était un match pas évident à pronostiquer. Mais voilà, Gambie, ce sera clairement l'application lors du mondial. Je vous le dis, installée dès maintenant. Elle est disponible partout. Le but, c'est 5 jetons par jour à mettre sur différents sports. Il n'y a pas que le foot. Et la particularité la plus intéressante, c'est que vous pouvez vous amuser contre vos potes. Vous avez mon code de parrainage que j'affiche juste ici. Rejoignez-moi, ça va péter bientôt. دي بقى جول للمنتخب المغربي. برافو 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 برافو. هدف التعادل للمنتخب المغرب. منتخب المغرب من ساعة ما الإكوادور سجل هدف في المنتخب المغربي والمغرب ماسك كورة ومسيطر ومستحوذ وبيعمل كل حاجة. نائل العناوي، الله عليك يا عناوي، ضيعت ضربة الجزاء ولكن قدرت ان انت تراضي الجمهور وتراضينا كلنا يا ابني. ما شاء الله على حكيمي، ما شاء الله على نائل العناوي. اتفرج وشوف ضربة ركنية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شافهاش الحارس، ما شافها. هوبا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك يا عناوي، يا خبر ابيض عليك يا عناوي، يا عناوي يا عناوي. المنتخب المغربي تعادل 1-1 يا جماعة. منتخب الإكوادور منتخب ليس سهل، عشان نكون واقعيين وصراحة. الجزائريين فرحين وطايرين من السعادة بسبب ان هم فازوا على منتخب مش معروف اطلاقا، منتخب في المركز 198 في التصنيف العالمي، فازوا عليه مش عارف 7، ففرحانين والدراجي فرحان والشعب الجزائري كله فرحان. يا جماعة دي الإكوادور. الإكوادور بتفوز على الأرجنتين، الإكوادور اللي صعدت لكأس العالم وكانت في أول مجموعتها،
الإكوادور المنتخب اللي عنده إمكانيات، عشان نكون واقعيين وصراحة. المغرب في الشوط الثاني حاجة تانية. في الشوط الثاني لعب وأداء وقوة وسيطرة وهيبة وهيمنة وإحساس إن اللعيبة عايزة تفوز، اللعيبة عايزة تكسب، اللعيبة عايزة تتألق، اللعيبة عايزة تفوز. نقل العناوي في نص الملعب حاجة رهيبة، نقل العناوي في نص الملعب حاجة ممتعة. وعايز أقول لك ده مدير فن جديد، ودايما أول مباراة لأي مدير فن جديد لازم المباراة تكون زي كده. لازم لسه بقى لاعبين جدد زي أي ديوب وبعض اللاعبين الجدد اللي شاركوا مع المنتخب المغربي اليوم، فأكيد الأداء مش هيكون أفضل حاجة، ولكن المغرب لعندي الآن مميز، شوط تاني مميز. خلاص احنا في آخر الدقايق، ولكن النهارده محدش زعلان من اداء المغرب اكيد. ليه؟ لان المغرب النهارده شوط تاني عمل شغل رائع جدا، ما طلعش خسران. ضربه جزاء كان يقدر سجلك، يعني كان ممكن المغرب دلوقتي يكون متقدم ومتفوق. المغرب لعب افضل من الاكوادور. المغرب. السلام عليكم اخوتي. يعني مباراة المغرب ضد الاكوادور يعني مباراة وكأنها ليست مباراة ودية. يعني شفنا المباراة كانت مباراة ملحمية، مباراة قوية جدا. يعني المنتخب الإكوادوري كان يعني منتخب عنيد وقوي، خصوصا بالقوة البدنية. يعني المنتخب الإكوادوري كان يملك قوة بدنية ناهيك عن الخبرة الذي كان يمتاز بها في أرضية الميدان. إلا أن المنتخب المغربي كان له رأي آخر. يعني بعد رفض الحكم الهدف لركلة الجزاء، يعني هذا لم يؤثر في معنويات المنتخب المغربي، حيث بادر المنتخب المغربي إلى آخر رمق وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 88. يعني هذا ما يدل على أن المنتخب المغربي منتخب قوي، يعني قادر يخلق صعوبات للمنتخبات الكبرى في كأس العالم. يعني شفنا المنتخب المغربي يعني منتخب قوي جدا. يعني مباراة لعبها مباراة في القمة. كاين اللي يقول لك منتخب الإكوادور من المنتخبات القوية، وتمكن المنتخب المغربي من العودة بالنتيجة. هذه يا خوتي. هاي جايز، كيفكم؟ شفنا أول مباراة للمدرب المغربي محمد وهبي مع أسود أطلس، كانت أمام الإكوادور. مباراة طبعا لها إيجابيات كبيرة صراحة، والمنتخب المغربي قدم أداء جيد بل جيد جدا أمام منتخب ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية في كأس العالم، وهو منتخب لم يخسر من 15 مباراة أو تقريبا سنة ونص. منتخب ما خسر وفاز على الأرجنتين وتعادل مع البرازيل وقدم مستويات كبيرة جدا في تصفيات كأس العالم. فأن تقدم هذا المستوى مع مدرب جديد في أول مباراة تجريبية، هذا شيء كبير. وضيعوا بلنتي كان ممكن يفوز المنتخب المغربي أيضا. فالأمور تتجه بالاتجاه الإيجابي، ولكن يحتاج مزيد من المباريات الودية. يعني محمد وهبي عنده شيء، ولكن يحتاج إلى الوقت. وأتمنى هذا الوقت القليل المتبقي للمونديال أن يسعفوا في تطبيق جزء من أفكاره، حتى نرى أسود أطلس في المونديال كما رأيناه في البطولة الأخيرة إن شاء الله.